نصيحة مني بلاش تجربيها علشان بجد عمركم ما هتبطلوا أكل فيها. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. تعالوا بينا نشوف عملنا كيكة الموزايك الحلوة اللي قدامنا دي ازاي وطلعت كده بالجمال ده. هنجيب بقى 3 أكياس من الجيلي. هشتغل النهاردة بجيلي فراولة ومانجا وأناناس. اشتغلوا انتوا بالطعم اللي انتوا حابينه واللون طبعا اللي انتوا حابينه. جبت كده 3 بولات ونزلت في كل بولة بكيس من الجيلي. هنزل كده بكوباية من المية المغلية على كل كيس من الجيلي بالشكل ده. انا النهارده مش هشتغل بالتعليمات اللي هو كاتبها على علبه الجيلي علشان انا عايزه الميه بتاعتنا تكون قليله شويه علشان الجيلي بتاعي يطلع متماسك كده زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. خلاص كده قلبت الجيلي كله في الميه. وهبدا بس ازود ربع كوبايه على كل بوله. ربع كوبايه من الميه البارده العاديه. هاجي بقى على جيلي الاناناس وهنزل كده باربع او 5 نقط من لون الطعام الاخضر. قلبتهم كويس جدا وعندك بقى علب او عندك اطباق. انزلي كده بالجيلي في الاطباق او العلب وسيبي بقى يبرد وبعدين دخليه التلاجة لحد ما يتماسك. هنجيب بقى 3 كوبايات من اللبن. هضيف عليهم 3 معالق كبار من السكر و3 معالق كمان كبار من الجيلاتين. الجيلاتين بنجيبه من عند العطار او من عند محل مستلزمات الحلويات. هقلبهم على البارد كويس جدا كده الاول وبعدين هاخدهم بقى ارفعهم على النار برضو مع التقليب المستمر. الخليط بتاعي هيغلي كده على النار وبعدين هرفعه بقى خلاص. هزود عليه نص معلقه صغيره من الفانيليا. هنسيبه يبرد تماما. جبت بقى القالب اللي هحط فيه الجيلي بتاعي ودهنته كويس جدا كده بدهنه حلوه من الزيت علشان لما نحط فيه الجيلي بقى والخليط بتاع الكيك ينزل معانا بكل سهوله. خلاص كده هنا الجيلي كان تماسك بالشكل ده. هطلعه بقى كده من التلاجة وهبدأ اجيب سكينة واقطعه كده مربعات. هنقطع كده مربعات بالطول وبعدين بالعرض. خلصت بقى الكمية كلها وقطعتها كلها. وده كده جيلي الاناناس اللي حطينا عليه اللون الاخضر اداله شكل جميل جدا. خلصت الكمية كلها وبعد كده هجيب بقى القالب وهنزل بقى بكمية الجيلي كلها كده جوه القالب. نزلت كده بجيلي المانجا وبعدين هنزل بجيلي الاناناس وبرده جيلي الفراولة. هوزعهم كلهم في القالب كده كويس جدا عشان لما نحط عليهم الخليط يبقى شكلهم حلو كده جوه الكيك. خلاص وزعتهم وبعدين هجيب بقى الخليط بعد ما برد تماما. اوعوا تنزلوا بيه وهو سخن عشان الجيلي ما يسحش. صفيته كده كويس جدا وبعدين هاخد بقى القالب بتاعي ادخله التلاجة من بالليل للصبح وهيطلع معانا بقى بالشكل ده. خلاص كان تماسك بقى وطلع معانا حلو جدا. هبدأ كده بإيدي بالراحة أفصل الكيكة بتاعتي عن القالب وهتنزل معايا بقى بكل سهولة. هجيب الصينية بتاعت التقديم وهقلب كده فيها صينية الكيك. شايفين حلو جدا. خبطتين كده بالراحة وبعدين هنشيل بقى الصينية وهيطلع معانا بقى بالجمال اللي احنا شايفينه ده. بجد أحلى وألذ وأطعم حاجة تاكليها كده ترطب عليكي في الحر والصيف اللي احنا فيه. بصوا يا جماعة شكلها حلو ازاي. بجد شكلها يخطف العين. شكلها مشاهي لوحدها يعني حتة واحدة منها بجد مش هتشبعي. شكلها جميل وطعمها كمان جميل وعجبت كل اللي دقها. ممكن تعملوها بكيسين من الجيلي. ممكن تعملوها كمان ب3 زي ما انا عملتها وممكن كمان تزودوا اكياس الجيلي عن كده لو عايزين الوان الجيلي تبقى اكتر كمان من كده. بجد هي خطيرة. شايفين بقى من جوه عاملة ازاي. حلوة جدا. عايزة اقول لكم ان انتوا بجد والله لو كلتوا حتة منها مش هتشبعوا. بصوا يا جماعه شايفين بصوا الجيلي بتاعنا عامل ازاي الالوان كلها كده داخله مع بعضها. مديه كمان شكل خطير. بصوا كمان اللون الاخضر اللي احنا حطيناه على جيلي الاناناس وده بقى شكلها في حته تانية خالص. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. وما تنسوش بقى تعملوا للفيديو لايك وشير لو الفيديو عجبكم.